قصر الأمير محمد علي بن منيل مش مجرد قصر، ده حكاية فن وتاريخ وطموح إنسان اتحوله لتحفة فنية مفيش مثيل لها لحد النهاردة. على جزيرة المنيل في الروضة، القصر شكله يخليك تحس إنك دخلت زمن تاني. أسوار شبه الحصون القديمة، زخارف وإباب وشبابيك ملونة. من أول خطوة تحس إنك مش في قصر عادي، إنت داخل عالم معمول بفن وحب وذوق عالي جدا. القصر بناه الأمير محمد علي توفيق، ابن الخديوي توفيق وأخو الخديوي عباس حلمي الثاني، وابتدى يبنيه من أول القرن العشرين وفضل شغال فيه سنين طويلة لحد ما بقى التحفة اللي بنشوفها. والحقيقة إن صاحب القصر هو اللي صمم القصر بنفسه، كان بيرسم الزخارف ويختار التفاصيل ويتابع التنفيذ خطوة بخطوة. واللي نفذ على الأرض كان واحد اسمه المعلم محمد عفيفي. الأمير ما كانش بيبني قصر علشان يقعد فيه وخلاص، كان قدامه هدفين كبار. الهدف الأول إحياء الفنون الإسلامية بكل جمالها. الهدف التاني كان عنده أمل في يوم من الأيام يبقى السلطان أو الملك، علشان كده بنى حاجة اسمها سراي العرش. يعني القصر اللي اتبنى مش بس مكان إقامة، ده مشروع حضاري وحلم سياسي في نفس الوقت. وفي الحقيقة القصر كان مدرسة عمارة لوحده. تخيل مكان واحد يجمع فاطمي ومملوكي وعثماني أندلسي فارسي وشامي، وكل طراز ليه روح مختلفة. هو جمعهم كلهم في لوحة واحدة من غير ما يحس. ده شغل فنان مش أمير. ندخل بقى على مكونات القصر. سراي الإقامة أول مبنى اتبنى، وكان مكان إقامته الخاصة، طابقين مليانين زخارف وتفاصيل دقيقة جدا. سراي الاستقبال هنا كان بيستقبل الضيوف الكبار، وزراء وبشوات وأدباء وشخصيات مهمة، يعني صالون مصر الملكي تقريبا. سراي العرش دي قصة تانية خالص، فيها قاعة للعرش فعلا، وفوق قاعات جلسات شتوية الزخرفة فيها خليط عثماني مع لمسة أوروبية، ركوكه بشكل ملوكي فخم جدا. أما المسجد بقى مش مسجد كبير بس، ده تصميمه قطعة فنية، نقش زخرفي، هدوء، روحانية. برج الساعة تفصيلة أوروبية وسط الجو الإسلامي، وده يوريك قد إيه الأمير كان مثقف ومطلع على فنون العالم. المتحف الخاص، القاعات جوه مليانة مقتنيات، سجاد نادر، أطقم شاي وقهوة فخمة، أواني بورسلين، تحف مطعمة بالفضة، هدايا من ملوك، أزياء عثمانية، أحزمة مرصعة بالياقوت والمرجان. كل قاعة ليها موضوع، كأنك ماشي في حكاية مش مجرد عرض مقتنيات. لكن متحف الصيد حاجة غريبة ومميزة فعلا، وبيضم مئات الحيوانات والطيور المحنطة من صيد الملك فاروق والأمير محمد علي والأمير يوسف كمال. وفي كمان هياكل جمل وحصان كانوا بيشيلوا كسوة الكعبة زمان في موكب المحمل، يعني تاريخ ديني ملكي وتراثي في مكان واحد. أما الحديقة بقى مش مجرد جنينة، مساحتها ضخمة ومليانة نباتات وأشجار جابها الأمير من بلاد مختلفة، نخيل ملكي، صبار، بامبو، فيكس. كان بيجمع نباتات زي ما غيره بيجمع تحف. أما الأمير نفسه شخصية مش عادية، اتولد سنة 1875، اتعلم في مصر وأوروبا، وكان محب للفنون والعلم. كان ولي العهد حوالي 3 مرات من فترات مختلفة من تاريخ الأسرة الملكية، وكمان كان من الأوصياء على العرش قبل ما الملك فاروق يكبر. يعني راجل سياسي مهم، فنان ومثقف.
وقبل ما يموت وصى إن القصر يتحول لمتحف، واتقفل للترميم سنة 2005 واتفتح تاني سنة 2015 بعد شغل ضخم. رجع للقصر روحه وجماله. طب ليه قصر المانيال مميز كده؟ لأنه مش نسخة من طراز واحد، مش مجرد قصر ملكي، مش متحف عادي، ده حلم أمير وفن إسلامي وتاريخ مصر الملكي متجمعين في مكان واحد. لو هنصوره فيديو، القصر ده ما يعتبرش مكان أثري وخلاص، دي قصة واحد كان عايش يخلد الجمال ويبني عالمه الخاص على ذوقه هو. قصر المانيال مش مجرد حجر وزخرفة، دي شخصية كاملة متجسدة في مباني. قصر المانيال مش بس مكان بنزوره، ده روح فنان عاش يحلم فحول الحلم لحجرات وزخرفة ونور. يمكن الأمير ما وصلش للعرش، بس وصل لحاجة أبقى من الملك، الخلود في الجمال.